أخطر الأساطير المرعبة في اليابان كوشي ساكي أونا أو صاحبة الفم الممزق. اكسبلور ويلا نبدأ. بتحكي القصة عن بنت كانت جميلة جدا وكانت متجوزة محارب ساموراي، والراجل ده بيقال انه كان بيغير عليها جدا، ولكن في يوم اكتشف ان البنت كانت بتخونه، وفي رواية تانية بيقولوا ان شك انها بتخونه. المهم سواء كده ولا كده فالمحارب ده عمل فيها شيء مرعب جدا، طلع سيفه وشق بقها من الودن للودن وقال لها شوفي بقى مين هيشوفك حلو بعد كده. وماتت كوشي ساكي أونا. ولكن بعدها بفترة بدأ يظهر الشبح بتاعها أو قرنها، وبقى يظهر للشخص اللي ماشي لوحده بالليل، وخصوصا في الأماكن الخالية. بتكون لابسة ماسك أو كمامة مدارية بقها، وتسأل الشخص ده وتقول له هو أنا جميلة؟ لو أجابها الشخص ده بأيوة أنت جميلة بتقلع الماسك وتبين الشق اللي في بقها من الودن للودن، وترجع تكرر عليه السؤال مرة تانية. فلو خاف منها وقال لها لا ما بقيتيش جميلة بتخلص عليه في لحظتها. أما لو قال لها لسه جميلة فبتقول له تعالى أخليك جميل زيي، وبتقطع بقه من الودن للودن. فلو انت كنت هناك وقابلتها وقالت لك جميلة ولا مش جميلة قول لها معرفش واهرب فورا.